هيا حلوين، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يلا نجهز فطورنا لليوم. اول اشي رح احضر العصير، رح اعصر برتقال وليمون واحطهم بالثلاجة لحتى يبردوا ويكونوا جاهزين للفطور. هسا بنبلش بطبختنا. اول اشي رح اقشر بطاطا، وبعد ما اخلص تقشيرهم رح اغسلهم منيح وابلش فيهم. اليوم رح اعمل صينية بطاطا باللحمة. بحتاج لها بطاطا وزر بندورة وحبة بصل وحبة فليفلة. هون بعد ما خلصت تقشير الخضرة وغسلتها رح أبلش أفرمها. أول إشي رح أفرم البطاطا على شكل دوائر، بعدين رح أفرم عليهم فلفلة خضرة وزر البندورة وحبة البصل. أنا هسا رح أضيف اللحمة. كمية اللحمة حسب انتو شو بتحبوا اللحمة كثير ضيفوا، بتحبوها قليلة حطوا قليل. وضفت عليهم زيت الزيتون ورح أحطهم على الغاز ورح أضل أقلب فيهم لحتى تذبل معي الخضرة. بعدين بحط عليها البهارات والمي، وهون حطيت شوية دبس فليفلة بتعطيها طعمة طيبة. أما البهارات اللي رح أضيفها مكعب ماجي، ملح، فلفل أسود وبابريكا وبهارات لحمة وبهارات مشكلة. هسا رح أضيف عليها المي وأسكرها وأتركها لحتى تستوي، وبعد ما تستوي بحطها بالفرن للشوي. أما السلطة فرح أفرم خيار وخس وبندورة وكزبرة ونعنع أخضر وبقدونس فرم خشن، وأضيف عليهم التتبيلة. التتبيلة هي زيت زيتون، ليمون ونعنع أخضر وملح. أما هسا بدي أسوي فتة مقدوس، فرح أحتاج لرغيفين خبز رح أقطعهم بهاي الطريقة. بعدين حبة باذنجان رح أقشرها وأقطعها مكعبات وأقلي الخبز والباذنجان. أما هون رح أعمل لبن وطحينية عشان أحطهم على وجه الباذنجان والخبز. رح أعمل لبن زبادي، رح أضيف عليه ملح وطحينية وعصرة ليمون وأخلطهم منيح. هون عندي الباذنجان بعد ما قليته واستوى رح أضيف عليه معلقة دبس بندورة وأغرقه بالمي وأحطه على الغاز لحتى يتسبك. هون حطيت سمنة وحطيت فوقها اللحمة ورح أقليها لحتى تستوي، وأرش عليها ملح وفلفل أسود عشان أحطها على وجه فتة المقدوس. هون بعد ما تسبك الباذنجان رح أضيف عليه سن ثوم مفروم ناعم ورشة ملح، وبعدين بحط الخبز اللي قليته فوقه، وبعدين بحط عليه البدوة اللي هي الطحينية، وبعدين بضيف عليهم اللحمة اللي قليتها مع السمنة، وبتزينوها شلون ما بتحبوا.
أما هون فرح أعمل صحن خبازة. نقيت الخبازات، بعدين رح أفرمهم فرم ناعم، بعدين رح أنقعهم بمي وملح، وبس أخلص نقعهم رح أصفيهم وأغسلهم، أرجع مرة ثانية بالمي وأشتغل فيهم. وهون لصحن الخبازة بحتاج حبة بصل صغيرة رح أفرمها فرم ناعم. وهون ضفت زيت نباتي وشوية زيت زيتون، وحطيت البصلة اللي فرمتها فوقهم ورح أدبلها شوي، بعدين رح أنزل عليهم بالخبازة. وهون حطيت الخبازات ورح أضيف عليهم رشة ملح ورشة فلفل أسود، وبعد ما يستووا ضيفوا عليهم عصير الليمون وصحة وهنا. وهيك بتكون جهزت سفرتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وما تنسون من اللايك والاشتراك. سلام.